شفت فيديو من فترة لبعض القبائل وطريقتهم في اصطياد القرود. بيجيبوا جرة أو زلعة زي ما بنسميها في الريف، أو قنينة زي ما البعض بيطلق عليها. حجمها تقيل وليها فتحة صغيرة جدا بالكاد تسمح بدخول اليد مفرودة. يدخلوا من الفتحة الضيقة دي قطعة طعام ويسيبوها في الغابة أو في طريق القرود. فالقرد يجي يحط ايده يمسك الاكل، يجي يطلعها وهي قابضة على الاكل ما يعرفش. المدهش ان القرد بيشوف الناس جايين عليه معاهم الشبك والحبل، جايين يقبضوا عليه، شايفهم، فبيحاول يخرج ايده عشان يجري، بس ايده ماسكة الاكل ما بتطلعش. بيحاول مرة 2 10 بسرعة، بيحس بالخطر، يحاول يهرب، لكنه مصر على اللي شايف ان هو بقى حقه، خلاص بقى بتاعه. النتيجة بيفضل صاحبنا قابض ايده لحد ما يقع ويتمسك ويصبح اسير للصيادين بعد ما وقع في اسر الفرصة اللي معرفش يخرج منها. اسير ما ظن واقع سعيد رغم ان كل الشواهد اللي حواليه بتقوله ده فخ. الفيديو ده بعتهولي من فترة صديق مقرب ليا، بعته وهو مدرك اني هفهم الرسالة. رسالة 45 سنة قضيتهم على سطح الدنيا وانا فاهم الجانب ده غلط، فاهم اني لازم مهربش واواجه الواقع متمسك بما اراه حق ليا، رغم ان كل الشواهد بتقولي اهرب، رن. اعترف ان كتير كنت مغفل زي القرد صاحبنا، بدخل معارك وحوارات ومواضيع كل الشواهد والوقائع اللي حواليا بتصرخ فيا رن، اهرب اهرب، اللي بتدفعه من تمن اكبر بكتير من اللي هتحصله حتى لو انتصرت. قريت مرة عبارة وحفظتها، عن ظهر قلب، بس للأسف ما نفذتهاش. العبارة بتقول قيمة الحاجة مش في اللي بتحققه لينا من فايدة، وإنما في اللي بندفعه فيها من تمن. يعني المكانة الفلانية أو الربح العلاني أو الانتصار أو تحقيق هدف ما، مش صح إننا نبص بس للي هيحققه لنا، لأ خالص. بص للي هتدفعه يا حلو، بص للي اتنازلت عنه يا جامد، بص للضريبة، ما تبصش للفايدة بس. سنين قضيتها أنا قابض على علاقة مؤذية، شايف إن إصلاحها حاجة مهمة، ومش شايف إن هي حبساني في واقع بيضيع مني حاجات أهم. سنين وأنا بخوض معارك عشان كرامتي أو كبريائي أو ما أظن صورتي الذهنية، ومش منتبه إن الأيام بتجري تحت رجلي وبتجري معاها فرص بتروح ومكافآت أهم بتختفي، وأنا مصر على وقوفي زي صاحبنا القرد بالظبط. سنين وكل حاجة حواليا بتقولي رن، اهرب اهرب اهرب. في حديث حكاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن راجل قتل 100 واحد. لما راح الراجل ده وسأل عالم، سأله المشورة، فالعالم لفت نظره البيئة اللي ساعدت القاتل ده. مفيش حد قال لك اتلم اختشي راجع نفسك ما يصحش البلطجة دي. فالقاتل قال له لا. فكان أول طلبوا منه العالم رن، اهرب من واقع متصالح مع المأزق اللي انت فيه، اهرب. الهروب كلمة عيب، لكنها مش دايما عيب. اوقات اهل الحكمة بيهربوا هروب ايجابي، هروب من معارك ما تسواش، واقع اثبت عدم فاعليته، وظروف بتنشئ شبكة عنكبوتية بتحيط بيه فتخليه مش قادر يستخدم قوته ولا صفاء ذهنه. بيكون الحل الشجاع هنا هو الهروب. اهل الحكمة يعرفوا كويس ان اوقات التراجع خطوة هو لوحده السبيل للتقدم خطوتين. خالد بن الوليد عملها في مؤتة، النبي اجتهد يعملها في الحبشة والطائف قبل ما ينجح يعملها في المدينة، موسى عملها وتشقله البحر. اي انسان ذكي فضلا عن كونه عبقري او حتى نبي فاهم كويس اهمية الخروج بره اطار واقع او علاقة او فكرة حبساه جواها. والله العظيم انا اغبى من صاحبنا القرد. سنين بحارب في معارك استنزفت الجانب الاكبر من طاقتي، سنين ضاعت في مواجهات الانسحاب منها كان اجدى واولى واذكى،
عداد العمر بيقول لي رن، ليالي بتضيع وايام بتروح وهي بتصرخ فيا اهرب. ناس بتقع مني بيروحوا، وباين جدا ان هم بيقولوا لي اهرب. وطول الوقت انا شايف اني بحارب في معارك نبيلة. الظهر متقطع وربنا العالم، والدنيا دايسة على وشي رايح جاي، وانا معاند وقابض ايدي وبقول انا صح، فاتح صدري وبقول على الرأي المثل خلي 100 100 واردب. ليا صديق بيتندر عليا اني بمتلك منطق منظم لدرجة مذهلة وواقع مثير لدرجة محيرة. العقل بيشقي صاحبه يا صاحبي، بس الحكمة بتقول ان مش عيب نتعلم. اول ما ننتبه لازم نتعلم. العيب اننا نعاند واقع بيصرخ فينا اننا غلط، استراتيجيتنا غلط، قبضتنا على اللي في ايدينا غلط. واقع بيقول اهرب، رن، اخلع من العلاقة دي ومن الشركة دي ومن الشراكة دي ومن البلد دي ومن الشغلانة دي ومن القيد ده ومن الفخ ده. سيب اللي في ايدك واخلع. مفيش فايدة من المقاوحة ولا المقاومة ولا الحرس في البحر. الهروب ممكن يكون خطوة يعقبها خطوتين، ممكن يكون شق طريق جديد أهم، أو حلم تاني أولى، أو عيشة مختلفة في واقع أكثر منطقية. رن، اهرب، بدل ما الليلة تجيب ليلة في ليلة والعمر يضيع. اخلع حتى لو كانت ليلة سودة، بس أكيد فراقها صبح.